حول مسؤولية سيارات الإسعاف عند التأخر. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. إذا ما جوابكم دكتور، يعني في حالة تأخر سيارة الإسعاف على المريض هل هناك مسؤولية ومتابعة قانونية؟ طبعا هذا الموضوع هذا ما اختاريناش ببراءة ولا بدون قصد، ولكن هذا الموضوع تارو الوفاة المفاجئة ديال السي صلاح الدين الغماري اللي كنعزي الأسرة ديالو من هذا البرنامج، وأنه وقعت له فعلا سكتة قلبية، يعني أزمة قلبية، وعيطوا لسيارة مهم. الإسعاف. الطبيب اللي كان تما يعني جارو بداو تيقلبوه، لقاو بانه تيصعب عليه يتنفس، والقلب ديالو مازال كيضرب، ولكن فقد الوعي ديالو. عيطوا لسيارة الاسعاف. ملي جات سيارة الاسعاف من بعد 30 دقيقة وهما كيحاولوا يخليو القلب ديالو يعني كيضرب، وكيديروا حركات ديال مهم. عطيو التزويد ديالو بالاكسجين من الفم للفم، والحركات ديال واحد المجهود يدوي اللي كيدار اللي كيدير داك الطبيب باش يبقى القلب ديالو كيضرب. ملي جاي سيارة الاسعاف بعد 30 دقيقة غادي يطلعوا للسيارة ما لقاوش فيها الاكسجين. اضطروا ينتظروا سيارة اسعاف ثانية، وملي جات سيارة الاسعاف الثانية لقاو فيها غير شوية د الاكسجين اللي بقى في القرعة. إذ مشاو بها هكاك المصحة، تيقلبوا على المصحة في المحمدية، لقاو المصحة الأولى ولكن ما فيهاش بلاصة. على ما انطلقوا عاود تيقلبوا في مصحة ثانية، الدم والأمانة أمانته. إذن طبعا حنايا مسلمين وتنأمنوا بالأجل وتنأمنوا بالساعة، وتنقولوا ملي كيجي الإنسان الساعة ديالو يعني ما كيستقدم ولا يستأخر، ما كيمكنش، هذاك هو الأجل ديالو. ولكن الإنسان تيخصو يقوم بالواجب ديالو والعمل ديالو على أحسن وجه. كيف يعقل أن سيارة الإسعاف تكون غير مزودة بقنينة ديال الأكسجين أو قنينتين؟ وهنا فين تنحيي الناس ديال الوقاية المدنية اللي من بعد تقصي أنا بحثت وشفت ولقيت بأنه السيارات يستحيل السيارة ديال الوقاية المدنية تكون غير مزودة بقنينة أكسجين، وبالمسائل اللي هي ضرورية لتنقل في حالة إسعاف استعجالية ديال المريض. يعني كاين ضابط ديال الوقايه المدنيه خاص غير السياره تخبشات السياره ديال الوقايه المدنيه تيدير تقرير على الخبشه، يعني ما يمكنش تكون سياره اسعاف بدون. فلهذا سياره الاسعاف تم سولت وبحثت لقيت بان سياره الاسعاف اللي تحركت هي سياره تبع وزاره الصحه. فمره اخرى كتبين لنا منظومه الصحه ديالنا بانها ضعيفه جدا ولا ترقى الى مستوى الانسان المغربي والمواطن المغربي. فحرام استخفاف بهذه المسؤوليه وبالامانه اللي معطيه للناس اللي مسؤولين على هذا القطاع، ما يكونش عندهم تتبع عن قرب لهاد سيارات الاسعاف، باش حتى تكون شي تدخل سريع جدا في واحد الازمه معينه تكون سياره في المستوى. نتمنى نكون انا غلط، ونتمنى ان وزاره الصحه دير تحقيق ودير بحث في هذا الملف هذا، وتشوف واش فعلا كاين خطا، واش كاين تقصير ولا ما كاينش تقصير. حيت الا كاين تقصير اكيد غيكونوا اجراءات قضائيه وقانونيه لمتابعه المقصر، لان هذه يمكن نسميوها كاع يعني قتل غير العمد، قتل ليس بالخطا ولكن التقصير الذي ادى الى الوفاه، بحاله بحال اي تقصير. لانه كانت القنينه الاكسجين موجوده في ذاك الوقت، يمكن يكون الانقاذ ديال صلاح الله يرحمه. ولكن مره اخرى احنا ما عارفينش، تنقولوا الاجل هو هذا، ولكن التقصير الى ثبت تخص تكون المعاقبه ديال المسؤولين. اذا مره اخرى انا تنطرح السؤال على وزير الصحه، واش عنده إلمام بهذا الموضوع؟ واش عنده مسؤول على هذا الموضوع ديال سيارات الاسعاف اللي غير كنقبطوا ونخرجوا وهي ما مزوداش بجميع التجهيزات؟ واش كاين مراقبه؟ واش كاين تقارير اللي كدار على الوضعيه ديالهم، على الحاله ديالهم؟ واش كاينه هناك جوده؟ واش السيارات مزيانين؟ واش غنديوها غير بالسيارات الفخمه ديال المسؤولين وكنساو سيارات الاسعاف اللي غادي تنقذ حياه ديال المواطن؟ ما عرفتش شنو هو مدى اهتمام الوزير بهذه السيارات، ولكن هذا فقط سؤال وتساؤل. لعل الله يثير الانتباه ديال الوزير الصحه باش يهتم بهذا الموضوع ويشوف عن قرب
اشنو كيدار في هذا الموضوع، واش كاين شي ما يدار اخر باش نتداركوا الموقف بالنسبه للمستقبل، ولا راه الحاله تتبقى هكاك بدون اي اهتمام، وبالتالي بدون ان نعير اي اهتمام للحياه ديال المواطن. اذا دكتور، في حاله ثبوت الخطا فكيبقى طبعا العائله انها تمشي في الاجراءات القانونيه، طبعا اذا كانت المسؤوليه ثابته ديال هذا التقصير اللي تكلمتي عليه. ومره ثانيه تعازينا الاسره وعائله الراحل صلاح الدين الغماري وكل الزملاء حول مسؤوليه سيارات الاسعاف عند التاخر. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. إذا ما جوابكم دكتور، يعني في حالة تأخر سيارة الإسعاف على المريض هل هناك مسؤولية ومتابعة قانونية؟ طبعا هذا الموضوع هذا ما اختاريناش ببراءة ولا بدون قصد، ولكن هذا الموضوع تارو الوفاة المفاجئة ديال السي صلاح الدين الغماري اللي كنعزي الأسرة ديالو من هذا البرنامج، وأنه وقعت له فعلا سكتة قلبية، يعني أزمة قلبية، وعيطوا لسيارة الإسعاف. الطبيب اللي كان تما يعني جارو بداو تيقلبوه، لقاو بانه تصعب عليه يتنفس والقلب ديالو مازال كيضرب، ولكن فقد الوعي ديالو. عيطوا لسيارة الإسعاف. ملي جات سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة وهما كيحاولوا يخليو القلب ديالو يعني كيضرب، وكيديروا حركات ديال يعطيو التزويد ديالو بالاكسجين من الفم للفم، والحركات ديال واحد المجهود يدوي اللي كيدار اللي كيدير داك الطبيب باش يبقى القلب ديالو كيضرب. ملي جاي سيارة الإسعاف بعد 30 دقيقة غادي يطلعوا للسيارة ما لقاوش فيها الأكسجين، اضطروا ينتظروا سيارة إسعاف ثانية. وملي جات سيارة الإسعاف الثانية لقاو فيها غير شوية د الأكسجين اللي بقى في القرعة. إذ مشاو بها هكاك المصحة، تيقلبوا على المصحة في المحمدية، لقاو المصحة الأولى ولكن ما فيهاش بلاصة. على ما انطلقوا عاود تيقلبوا في مصحة ثانية، دام الأمانة أمانته. إذن طبعا حنايا مسلمين وتنأمنوا بالأجل وتنأمنوا بالساعة، وتنقولوا ملي كيجي الإنسان الساعة ديالو يعني ما كيستقدم ولا يستأخر، ما كيمكنش، هذاك هو الأجل ديالو. ولكن الإنسان تيخصو يقوم بالواجب ديالو والعمل ديالو على أحسن وجه. كيف يعقل أن سيارة الإسعاف تكون غير مزودة بقنينة ديال الأكسجين أو قنينتين؟ وهنا فين تنحيي الناس ديال الوقاية المدنية اللي من بعد تقصي أنا بحثت وشفت ولقيت بأنه السيارات يستحيل السيارة ديال الوقاية المدنية تكون غير مزودة بقنينة أكسجين، وبالمسائل اللي هي ضرورية لتنقل في حالة إسعاف استعجالية ديال المريض. يعني كاين ضابط ديال الوقاية المدنية خاص غير السيارة تخبشات السيارة ديال الوقاية المدنية تيدير تقرير على الخبشة، يعني ما يمكنش تكون سيارة إسعاف بدون. فلهذا سيارة الإسعاف سولت وبحثت لقيت بأن سيارة الإسعاف اللي تحركت هي سيارة تبع وزارة الصحة. فمرة أخرى كتبين لنا منظومة الصحة ديالنا بأنها ضعيفة جدا ولا ترقى إلى مستوى الإنسان المغربي والمواطن المغربي. فحرام استخفاف بهذه المسؤولية وبالأمانة اللي معطية للناس اللي مسؤولين على هذا القطاع، ما يكونش عندهم تتبع عن قرب لهاد سيارات الإسعاف، باش حتى تكون شي تدخل سريع جدا في واحد الأزمة معينة تكون سيارة في المستوى. نتمنى نكون أنا غلط، ونتمنى أن وزارة الصحة دير تحقيق ودير بحث في هذا الملف هذا، وتشوف واش فعلا كاين خطأ، واش كاين تقصير ولا ما كاينش تقصير. حيت إلا كاين تقصير أكيد غيكونوا إجراءات قضائية وقانونية لمتابعة المقصر، لأن هذه يمكن نسميوها كاع يعني قتل غير العمد، قتل ليس بالخطأ ولكن التقصير الذي أدى إلى الوفاة، بحال أي تقصير. لأنه كانت القنينة الأكسجين موجودة في ذاك الوقت، يمكن يكون الإنقاذ ديال صلاح الله يرحمه. ولكن مرة أخرى احنا ما عارفينش، تنقولوا الأجل هو هذا، ولكن التقصير إلى ثبت تخص تكون المعاقبة ديال المسؤولين. إذن مرة أخرى أنا تنطرح السؤال على وزير الصحة، واش عنده إلمام بهذا الموضوع؟ واش عنده مسؤول على هذا الموضوع
ديال سيارات الاسعاف اللي غير كنقبطوا ونخرجوا وهي ما مزوداش بجميع التجهيزات؟ واش كاين مراقبه؟ واش كاين تقارير اللي كدار على الوضعيه ديالهم، على الحاله ديالهم؟ واش كاينه هناك جوده؟ واش السيارات مزيانين؟ واش غنديوها غير بالسيارات الفخمه ديال المسؤولين وكنساو سيارات الاسعاف اللي غادي تنقذ حياه ديال المواطن؟ ما عرفتش شنو هو مدى اهتمام الوزير بهذه السيارات، ولكن هذا فقط سؤال وتساؤل. لعل الله يثير الانتباه ديال الوزير الصحه باش يهتم بهذا الموضوع ويشوف عن قرب اشنو كيدار في هذا الموضوع. واش كاين شي ما يدار اخر باش نتداركوا الموقف بالنسبه للمستقبل، ولا راه الحاله تبقى هكاك بدون اي اهتمام، وبالتالي بدون ان يرى اي اهتمام للحياه ديال المواطن. اذا دكتور، في حاله ثبوت الخطا فكيبقى طبعا العائله انها